جماهير مصر، يا مجلس، يا أعلى للقوات المسلحة، يا سعادة المشير، ماذا يفعل مدراء الأمن الذين قتلوا المتظاهرين، قتلوا الشهداء وما زالوا يجلسون في كراسيهم؟ يا رئيس الوزراء، يا وزير الداخلية، ماذا يفعل ضباط المباحث؟ عاد ضباط مباحث أمن الدولة مرة أخرى في زي الأمن الوطني. إذا قابل أحد منكم رجلا في الشارع وقال له أعطني بطاقتك، أنا من أمن الدولة، أو أنا من الأمن القومي، أو أنا من الأمن الوطني، لا تستمع له، ولكن لا تريق دما، لا تريق دما، فما زالت ثورتنا ثورة بيضاء. جئنا يا ثوار مصر، جئنا إلى ميدان التحرير لنقول للعالم أجمع أننا ما زلنا يدا واحدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم طهر بلادنا من كل سوء، آمين. ارزقنا فيها الأمن والأمان، آمين. عندي إحساس إن في تواطؤ ما بين الجيش أو المجلس العسكري والنظام الفاسد، يعني السرعة مطلوبة أكتر والوضوح والشفافية. يقولوا لنا بيعملوا تحقيقات بتجيب مجراها إيه. أنا جاي أشدد على المجلس العسكري والنائب العام على محاكمة الرئيس ومحاكمة باقي رموز النظام. ثانيا تحقيق باقي مطالب الثورة. ثالثا نريد من حكومة دكتور شفيق أنها تسقط مليار و300 مليون عن فلاحين مصر. ديون فلاحين مصر مجتمعة مليار و300 مليون. نريد إسقاط ديون الفلاحين. احنا مطالبنا بنتكلم على تطهير النظام، على محاكمة الفاسدين، عايزين حقنا، فلوسنا ودمنا، عايزين حقنا. الفلوس المنهوبة بره هي اللي هتقوم اقتصاد مصر. 350 ألف مليون جنيه دي ثروة حسني مبارك، دي تكفي بلاد وبلاد عشان تقوم اقتصاد. اللي موجودين بس ال70 مليار اللي هم بيتكلموا بيهم، 70 مليار دولار. الناس اللي اتقتلت ظلما وزورا من شهدائنا الشباب لازم ياخدوا حقهم، لازم ناخد حقنا. ما تلمينا كشباب اخوان غير نظامي، غير يعني بدون تكليف. احنا معانا حريه ان احنا نتحرك لان احنا بننظر لمسؤوليه البلد، احنا بنحس بمشاكل البلد، مش مجرد ان احنا بنستنى تكليف عشان نتحرك. انا جاي ضمن مسيره ضخمه انطلقت من جامعه القاهره. انطلقنا من هناك بغرض تطهير النظام بوجه عام، وطبعا المطلب الاساسي والرئيسي بتاعنا دلوقتي تطهير الجامعات المصريه من رؤساء الجامعه وعملاء الكليات، خصوصا اللي لهم ملفات سوداء بالتعاون مع امن الدوله، واللي جت الوثائق الاخيره وكشفت دورهم السيء والمبتذل بالتعاون مع الجزائر. حملة بنلم توقيعات على مجموعة مطالب شرعية، تمام؟ مشترك معانا كل الناس من كل التيارات. مطالبنا 8 مطالب. المطلب الأول إن احنا عايزين نحاكم الناس، وده مطلب شعبي كل الناس طالباه، تمام؟ مطلبنا الثاني احنا عايزين على الحكومة إن هي تعمل إصلاحات اقتصادية وسياسية. الثالث عايزين طرح حقيقي لمنظومة الأمن. عايزين إقالة المسؤولين عن الفساد في كل حتة. عايزين نجمد الحزب الوطني. إطلاق الحريات العامة مع التأكيد على حرية التظاهر السلمي. 7 عايزين ضمانات فعلية للجمعيات الأساسية اللي هتعمل الدستور دي تكون جمعية حيادية. ضوابط لازمة بقى للحياة السياسية، ومنها تعديل قانون مباشرة الحقوق. الشرعية بالتحرير، الشرعية بالتحرير، والثورة هدفها التغيير، والثورة هدفها التغيير. الطلبات كلها المحطوطة جميلة جدا، وهي دي اللي احنا عايزينها في الوقت الحالي، وبالذات الطلب اللي هو تجميد الحزب الوطني مدة 2 سنين هو وأعضائه، بحيث انه ما يقدروش يشاركوا في الحياة السياسية في الوقت الحالي، ويبوظ أي شيء نعمله سياسي ويفسد الحياة السياسية بشكل تاني.